5. النهارده بيراميدز وانبي بيلعب الساعه كام؟ 5. هو انبي ده مالوش يسالوا عليه؟ طب الاهلي ليه ما لعبش الساعه 5 زي الزمالك وزي بيراميدز؟ ليه؟ ممكن الماتش الجاي يلعب 5. لا فين ده كله في توقيت واحد، بعد ما الراجل بتاعنا اتصل وقال لهم انتوا ده الكلام ده الماتش اللي فات، هو انتوا مش مفروض ان الماتشات دي بس مالهاش دعوه كابتن، ده كوره. لا ليها، لا يا حبيبي كوره. ما بيراميدز النهارده قدر انه يكسب 3. ماشي ما انا بقول لك ما هو انت برضو بيراميدز السنه اللي فاتت لما لعب مع فاركو الساعه 5 خسر. والبنك الاهلي لان كان لا سيبك خسر قبل البنك الاهلي، ما هو الاول مسمار كان الماتش اللي هو بتاع فاركو والساعه 5 وفي ملعب ضيق وما كانش يتلعب عليه خالص السنه اللي فاتت غير الماتش ده. بس كوره برضه. لا مش كوره، ده مزيكا يابا، ده هي ما فيش حاجه بتتعمل طيب. غير ان هي بتبقى متخطط ليها عشان لو ده عدى من ده يقع، ده اللي عدى من ده يقع، انما تبقى في مصلحه. يا حبيبي بس انا هو انت عايز تقول لي لو بيراميدز كسب كان هيقولوا ايه يعني؟ احنا خسرنا والتخطيط دفعنا فلوس كتير قوي. طب وانت اصلا طب لغيت اللائحه ليه؟ لغيت التلاته بونت ليه بتوع الخصم؟ هو الزمالك لا سنه عندك الكاس بقى. روح لا ما مش الكاس لا اسال اللي بيغيروا القرارات، بيغيروا اللوائح. طيب. ما بيقدموش الورق. الزمالك ما زال في ايوه هو لو كسب الماتش اللي جاي واخد بالك وتعادل ماتش سيراميكا على الاقل دخل افريقيا. دايما اللي عنده فرصتين بيبقى راكن للفرصتين دول اكتر من اللي عنده فرصه واحده. ما بنحبش نسمع الكلام الكبير ده بصراحه. اللي عنده فرصه انت مش قعدت تتكلم وتقول اللي عندك وتبعبع. انت لعبت على الاخطاء. ما تخلينا نتكلم بقى نقول اللي احنا عايزين. ما تحجرش عليا، قول اللي انت عايز تقوله وسيبني اقول اللي انا عايز اقوله. كابتن مجدي يقول له عايزه وبعد كده انت لو عايز تعلق كلامي مالكش دعوه بيه. اتفضل يا كابتن. هعقب عليك. انت دلوقتي طب انا ممكن اعقب على الكلام اللي انت قلته كله. وانا بقول لك لا ما تعقبش. هي القصه في ايه؟ النادي الاهلي طالما ما حضرتش الفرح ادي له كورس. ودي بطوله اصلا لوحدها اهلي وزمالك. ما ده اللي بنقوله. كسب 3-1 ما احنا ده اللي بنقوله وكان بعيد. فالقصه كلها داير. انا عايز اسال سؤال، هو انا كل ما اتكلم لازم اقطع كده؟ كابتن رضا اصل انت بتقول كلام مالكش دعوه. ثلاث فرق في 6 بونت، كل فرقه ليها ماتشين 6 بونت والفرق 3 بونت، يبقى على الورق اللي ناقص 3 بونت ده ليه في الدوري برضه ولا غلط؟ صحيح. لا ملوش. ازاي يا كابتن؟ عندك انت هقول لك بس عندك انت يا عم انا معاك. بيراميدز يخسر ماتش صح؟ تمام. هيكسب ماتش يبقى كام؟ 53. طب ولو خسر انت حضرتك لا. طب ولو خسر الماتشين يقفلوها. مالناش فيه بقى. يقفلوها بقى. يعني وارد ولا مش وارد؟ لا مش وارد. السنه اللي فاتت وارد. السنه اللي فاتت يا كابتن يا عم السنه اللي فاتت وتعادل الماتش مع المصري. لو انت مديني حقي بالله حقك. اشمعنى اشمعنى دلوقتي اول ما اقول الكلام ده تتكهربوا؟ خليك عايش انت في نظريه المؤامره دي. انا بكلمك لا مش نظريه مؤامره. خليك انت عايش فيها. لا يا حبيبي كل حاجه. طب اقول لك على حاجه. خليك عايش فيها. كابتن رضا احنا بنتكلم كوره ونتائج وعلى ارض الواقع. خسرت ماتشين وتعادلت ماتش مع النصر يا فاروق خلينا نتكلم بقى. كابتن مجدي بيتكلم لو خسرت هيخسر يا فاروق. انت كابتن انا ممكن خلينا نتكلم في دقيقتين اضافه الى امام عاشور اللي بيجي من تحت. مفيش ولا حد كل دول الكلام ده. ده امام ما شفناهوش هو كان بيتفرج على الماتش تاني. هو كان بيتفرج على ماتش ده انت اللي بتتفرج على ماتش تاني. النهارده انت بتحلل لنا ماتش تاني. كابتن لو سمحت ده انت الغلطات حسام عبد المجيد جول. والغلطات ليه؟ والغلطات ليه؟ انت رحت بقى الغلطات من ايه؟ غير بعد الجونين دول. لحظه، هو حسين الشحات جاب الجول الثاني منين؟ من قدم. منين؟ كان فين لما جاب الجول؟ ماليش دعوه. بن شرقي 18 يابا. هو بيلعب فين؟ بن شرقي هو بيلعب فين؟ الكوره مقطوعه فين؟ كان بيلعب على الطرف. الكوره مقطوعه فين؟ وبن شرقي جاب الجول منين؟ الكوره مقطوعه فين؟ جول 18. وطاهر محمد طاهر لما عمل الكروس بتاعه لبن شرقي كان فين؟ كان على سن ال 18. مين اللي اداها له؟ كل ده مين اللي اداها له؟ ايوه مش غلطه. بص هو انت رايح بيها؟ هو انت عامل 1 2 زي الجول الثاني؟ هو قصده يا كابتن ايه؟ ان النادي الاهلي ما عملش جمله. لا مفيش خالص. استغل الاخطاء. استنى ما عملش جمله ايه؟ الماتشات يا كابتن ما عملش جمله ايه؟ والجول الثالث جه ازاي؟ انا بكلمك على الجولين الاولانيين يابا. الجول الثالث ده الجمله دي اتعملت 20 مره جوه الجيم. يا راجل لا بس ماشي اتفضل يا كابتن. اشرح. انا بتفرج على للجمهور. انت وجهه نظرك بتقول كده ان النادي الاهلي استغل الاخطاء. كابتن مجدي ما عندوش مشكله في ان ده صح. ما هو لازم يستغل الاخطاء. وهي لو جت تيجي منين؟ بقى الاربعه مروان عطيه وامام ما شفناهم. مروان عطيه مين؟ ما شفناهم. انت قلت بيلعب بالاربعه مروان عطيه. انا قلت مروان عطيه عشان تعرف ان انت مش سامع اللي انا بقوله. الاربعه اللي هم ممكن بعد اذنك وطاهر عشان يا ابني نتكلم دلوقتي.
كابتن مجدي ممكن توصل الفكره اللي عندك عشان اروح لكابتن اللي انا بقوله حسين الشحات وبن شرقي وتريزيجيه وطاهر محمد طاهر ومعاهم امام عاشور كان في حريه تمركز، في حريه في الحركه منك في تبادل مراكز هنا وهنا وهنا وهنا، وده اللي حصل. ده اللي حصل. اتفرج على الماتش تاني. لا انا بتكلم اهو، ما هو اللي خلى الفيلسوف يتكلم اهو. كابتن معتمد الحقيقه في الموضوع. لا بقول لك لا 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 هو السبب. بقول لك ايه؟ هو السبب والله. بقول لك ايه؟ كابتن مجدي لم نفسك ما تقولش لا فيلسوف. لا ما يقوليش فيلسوف. لا معلش، انا اقول اللي انا عايزه وهو يقول اللي هو عايزه. ليك الحق اللي انت تقول اللي انت هو عايزه. يقول انا دخلت في كلامه كابتن رضا نجم كبير. ما قلتش لا صح ولا غلط. كابتن مجدي بعد مش هنم لو هتكلم عادي وهعقب عادي. كابتن فيلسوف دي حاجه حلوه. ما تقولش لا فيلسوف ولا ما فيلسوفش. حاجه كبيره. عقب في الكلام اللي انا بقوله. الفلسفه في كره القدم ده موجوده يا كابتن. اتفضل يا كابتن كمل الفكره. والله اللي بيعملوا بعد اذنك كابتن رضا بقى، بعد اذنك والنبي. احنا ما بنتفلسفش. لا ما هو احنا عارفين كوره ولاعبين كوره وشغالين كوره لا لعبت كوره بس وكل حاجه. ما تقولش انت طالما الكلام ده كده يبقى بصراحه انت بتتكلم على كابتن بعد ماتش تاني. ما هي ماتش تاني عندك انت بقى. طيب كابتن مجدي اتفضل يا كابتن. قول لنا اللي انت شايفه ايه. كابتن استحق الاهلي الفوز يا كابتن. طبعا. طيب طبعا استحق فوز، وكان يبقى فيه رابع